غوارديولا كان باغي 3 ديال النقط من التيران ديال توتنهام باش يقرب من الارسنال اللي متصدر الدوري. السيتي في الميطه الاولى سيطروا على الماتش وكان الاستحواذ ديالهم، وراين مشرق كيماركي البيت في الدقيقه 11 وقبل ما تسالي الميطه انطوان سيميون كيماركي الثاني. السيتي ولات رابحه بجوج، ولكن مع البدايه ديال الشوط الثاني توتنهام كيماركيو الاول وزادوا الثاني في الدقيقه 70 وكتولي النتيجه 2-2. غوارديولا في المؤتمر الصحفي ما كانش فرحان بهذا التعادل، وقال بلي كان بالنسبه ليه انتكاسه، وقال بلي قدامنا 14 ماتش في الدوري وحنا مازال في المنافسه. غوارديولا كيبان بلي معول بزاف على لقب الدوري هذا العام مع السيتي، واليونايتد كيرجع يخلع الفرق ديال الدوري الانجليزي، وهذا الشيء بان في اخر ماتش ديال اليونايتد مع فولهام الفرقه اللي كتكون عنيده خارج الديار ديالها. مع الدقيقه 18 رأسية ديال كاسيميرو كتجيب البيت الاول، في الميطه الثانيه البيت الثاني بلانتي، وفولهام كيجيبوا البيت الاول، ومن قرب يسالي الوقت جابوا الثاني ديال التعادل. ولكن اليونايتد باغي نربح في تيرانهم، البيت الثالث من لاعب احتياطي خلى اليونايتد تولي في المرتبه الرابعه. تزادوا المشاكل ديال الريال من بعد الاصابه ديال بيلينغهام في اخر ماتش في البرنابيو. مع الدقيقه 9 بيلينغهام كان كيجري الكره في هجمه شويه كيحس بتشنج في العضله الخلفيه ديالو، اصابه اللي غتخليه يخرج من التيران. الريال كانت محتاجه للوجود ديالو، خصوصا بهاد الماتشات المزاحمين اللي تابعينه في دوري الابطال وفي الليغا. غوارديولا كيشكر مورينيو في واحد الحوار صحفي على الهدف الاخر اللي كان سبب فيه واللي غيخلي السيتي تكون في الدور 16 ديال الشامبيونز ليغ. غوارديولا كيقول ملي شفنا الجول طلع قلنا واش حماق، راه الريال تقدر تعادل وتخرج بنفيكا من المسابقه، ولكن طرا العكس. رافينيا منين كيرجع كترجع البارسا كتخلع، واخا كاع اللعابه واعرين، ولكن رافينيا كيخلي الخدمه ديال المدرب تبان بالارقام. رافينيا اكثر واحد كينهي الهجمات بيوت وما كيضيعش، وفي الماتش اللي ضد ايلتشي خرج باصابه، وقال هانزي فليك بلي توعد في العضله الضامه ليزا ديكتور وبلي غيكون غايب سيمانه، يعني ما غيكونش في الماتش ديال البا سيتي. كان هذا هو الفيديو، الى عجبكم خليو لايك وخليو شي تعليق زوين. تهلاو في ريوسكم.